السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشتغل مع بعض محفظة سهلة وبسيطة وبتخلص بسرعة وما بتاخدش خيط. انا هشتغلها معاكم بخيط مكرمية قطن، ده خيط زين بس طبعا الورقة متشالة منه لان ده كان باقي الشنطة، احنا اشتغلناها مع بعض على القناة قبل كده. هشتغل معاها ابرة مقاس 3.5، وهحتاج طبعا عشان مزورة عشان اقيس معاكم. يلا نسمي بالله ونبدأ مع بعض. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كل مرة بقول لكم وبتنسوا. يلا اول حاجة معانا هنعمل ايه؟ هنعمل عقدة البداية. عقدة البداية وهشتغل 25 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. هشتغل 25 وارجع لكم. بعد ما عملت 25 غرزة سلسلة هشتغل سلسلة ارتفاع. كده الاجمالي معايا 26 غرزة. هسيب السلسلة دي وهدخل في اللي بعدها وهشتغل في الحلقة الخلفية، في اللفة الخلفية. يعني انا معايا الحلقة او السلسلة اهي، هقلب السلسلة كده وهشتغل في ظهر السلسلة. هشتغل في كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو علشان الدور ده يبقى معايا فيه 25 غرزة سلسلة. سوري، 25 غرزة حشو. اشتغل في الحلقة الخلفية. هخلص الغرز كلها للنهاية وارجع لكم تاني. اهي بنات بعد ما اشتغلت على 25 غرزة سلسلة، تعالوا نشوفها مع بعض مقاسها بالسنتي كام. اهي مقاس المحفظة كده معايا تقريبا 16 سنتي. طبعا انت عايزة تكبري تزودي عن كده شوية، ممكن تقدري تزودي عدد السلاسل براحتك. طيب بعد ما خلصت 25 غرزة سلسلة هرتفع سلسلة. السلسلة اللي برتفعها غير معدودة، وبلف الشغل بسيب السلسلة اللي ارتفعتها وبدخل على طول في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. في كل الغرز اللي هتقابلني هشتغل غرزة حشو على 25 غرزة. طيب هكرر الموضوع ده كام سطر؟ انا دلوقتي ده في السطر التاني، هكملهم 10 سطور. يعني بعد السطر ده هشتغل فوقه 8 بنفس الطريقة، سلسلة ارتفاع وبعدين اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو عشان يبقى الاجمالي معايا 10 سطور. هخلص ال10 سطور وارجع لكم. ده السطر التاني هشتغل فوقه كمان 8 سطور عشان الاجمالي يبقى معايا 10. هخلص ال10 سطور وارجع لكم ان شاء الله. يا بنات بعد ما خلصت ال10 سطور 2 4 6 8 10، بعد ما خلصت ال10 سطور، طول ال10 سطور دول كام سنتي؟ 7 سنتي تقريبا. بعد كده لو انتي عامله مقاس مختلف عن مقاسي ماشي، او ابتديتي عدد سلاسل غير اللي انا ابتديت بيه ماشي، هنراعي ان الجزء اللي هشتغله دلوقتي هيبقى نفس عدد السلاسل اللي عملتيها هنا. تمام؟ يعني انا عملت 25 سلسله سلسله ارتفاع، فهشتغل دلوقتي عدد سلاسل نفس اللي انا اشتغلته هنا، اللي هم 25 سلسله وسلسله ارتفاع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 غرزة
سلسله، 25 غرزه سلسله زي ما بدات هنا ب25 غرزه سلسله، وبعدين سلسله الارتفاع. تمام. وباجي برضو في ظهر بسيب السلسله ال26 وبدخل في السلسله اللي هي ال25 اللي هي تاني سلسله، وبدخل برضو في الظهر وبشتغل غرز حشو. هشتغل فوق كل غرزه سلسله غرزه سلسله عشان يبقى معايا فوق السلاسل اجمالي 25 غرزه، وعلى المحفظه هنا 25، يعني السطر ده كله هيبقى كام غرزه؟ كله هيبقى 50 غرزه. عدي غرزك علشان ما تتلخبطيش. هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو، هشتغل على السلاسل كلها وارجع لكم. هشتغل على السلاسل كلها وارجع لكم. يا بنات بعد ما اشتغلت على السلاسل ال25 غرزة سلسلة، هرجع هنا بقى واشتغل على ال25 غرزة حشو بقى. هنا هكمل، بصوا بكمل شغل اهو فوق كل غرزة غرزة عشان السطر ده يبقى معايا كام غرزة؟ يبقى معايا 50 غرزة، 25 اللي فوق السلاسل و25 اللي انا بشتغلهم عادي. شايفين الشكل كده؟ هكمل لنهاية السطر وارجع لكم اهو. بعد ما خلصت السطر يا بنات هرتفع سلسلة وهشتغل برضو فوق كل غرزة غرزة. هشتغل بقى كام سطر؟ هشتغل 17 سطر. تمام. عايزة يبقى معايا 17 سطر. هشتغل كل سطر 50 غرزة اللي هم ايه؟ اللي هو الجزء ده بما فيه اللي فوق السلاسل. تمام. يعني انا هشتغل هنا بفوق السلاسل ال50 غرزة حشو، هشتغلهم 17 سطر. هخلصهم ونرجع نشوف مع بعض احنا هنكمل ازاي. اهي يا بنات اشتغلت ال17 سطر اللي قلت لكم عليهم. تعالوا نعدهم من هنا: 2 4 6 8 10 12 14 16 وادي السطر ال17. تمام كده. انا اشتغلت كده 17 سطر. هنبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده فين؟ في الناحية اللي احنا كنا شغالين فيها اللي هي الناحية العريضة، مش الناحية اللي فيها السلاسل. البداية عندي هتبقى من هنا. يعني انت مثلا لو وقف عندك السطر ولقيتي نفسك متلخبطه وواقفه هنا، انت كده تبقي مثلا يا في السطر ال16 يا في السطر ال18. لا، انا مش عايزه ابقى واقفه هنا فوق السلاسل، لا انا عايزه ابقى واقفه هنا. تمام. طيب واقفه هنا هشتغل ايه بقى؟ هشتغل 14 سطر زي ما كنت بشتغل في الاول على ال25 غرزه فقط. يعني انا هرتفع سلسله اهو وهشتغل 25 غرزة حشو، وده كده أول سطر في الشغل الجديد، أول مرحلة الجديدة. هشتغل كام غرزة؟ 25 غرزة زي ما كنت بادئة ب25 غرزة بس. وهشتغل كام سطر؟ 25 غرزة. هشتغل 14 سطر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هكمل ال25 يا بنات اهو. يا بنات بعد ما اشتغلت ال25 غرزة انا ده مش هكمل عليه خلاص، هرتفع سلسلة كده. ده اول سطر في ال14. انا قلت لكم هنرتفع 14 سطر، ده اول سطر. وبعدين اعمل سلسلة والف الشغل واشتغل ايه؟ ال25 غرزة فوقهم 25 غرزة، ويبقى انا كده بشتغل في تاني سطر مكون من 25 غرزة اهو.
هكمل بقى ال14 سطر وارجع لكم تاني. طبعا كل سطر بنرتفع سلسلة ونشتغل فوق غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. هكملها وارجع لكم تاني. هخلص السطر ده زي ما قلنا تاني سطر، وبعدين برتفع سلسلة واشتغل فوق كل غرزة. تمام. واكمل كام سطر يا بنات؟ اجمالي للمرحلة دي اللي هي فيها ال25 غرزة زي ما قلنا اجمالي 14 سطر. ده تاني سطر من ال14. هنرتفع مع بعض تالت سطر واسيبكم ونكمل السطور. ادي كده ده خلصنا تاني سطر. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل ونشتغل فوق كل غرزة حشو على ال25 غرزة. هخلص ال14 سطر وارجع لكم تاني. اهو يا بنات بعد ما خلصت ال14 سطر اللي قلت لكم عليهم هنا هنعدهم مع بعض: 2 4 6 8 10 12 14 اهم. شايفين الشكل معانا عامل ازاي؟ الجزء اللي انا شغاله فيه ده هو اللي هيبقى القلاب بتاع المحفظه بتاعتنا. هتبقى عامله كده، تبقى متعدده الجيوب بجيبين، هتبقى كده. وده القلاب. طبعا انا لسه ما خلصتوش بس بوريكم كده التصور اللي هيبقى التصور النهائي ده جيب وده جيب وده القلاب. طيب بعد ما اشتغلت ال14 سطر هنشتغل 4 سطور. ال4 سطور اللي هنشتغلهم بعد ال14 دول هيبقوا نظامهم؟ هيبقى تناقص في اول غرزة وتناقص في اخر غرزة. تمام. في ال4 سطور هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. هنرتفع سلسلة الارتفاع اللي بنرتفعها كل مرة. هنيجي عند اول غرزة هندخل نسحب الخيط وندخل في التانية ونسحب الخيط. بقى معايا 3 لفات، اخد لفة واخرج من ال3 مرة واحدة. كده انا عملت اول غرزة تناقص. هكمل الغرز بتاعتي عادي في كل غرزة واحدة لغاية اخر غرزتين هعمل فيهم تناقص. وده كده اول سطر من ال4 اللي فيهم التناقصات. تمام. هكمل لاخر غرزتين في كل غرزة حشو وهسيب اخر غرزتين وارجع لكم. وصلت لاخر غرزتين في السطر اهو يا بنات، هنعمل فيهم تناقص. كده انا عملت في اول غرزتين تناقص واخر غرزتين تناقص. نرتفع سلسلة ونلف الشغل. وده كده تاني سطر من ال4. هعمل برضو اول غرزتين تناقص وهشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة واحدة لغاية اخر غرزتين هعمل فيهم برضو تناقص. هكمل في كل غرزة لغاية اخر غرزتين ونرجع تاني. وصلت لاخر غرزتين هنعمل فيهم تناقص. وده كده خلصنا تاني سطر من اللي بنعمل فيهم تناقص. احنا قلنا احنا عايزة 4 سطور، باقي كده سطرين. هرتفع سلسلة والف الشغل. ده كده تالت سطر هعمل برضو تناقص في اول غرزتين. وفي كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو واحدة لغاية النهاية نرجع نعمل فيها تناقص. وصلت لاخر غرزتين برضو نعمل فيهم تناقص. وده كده تالت سطر. نرتفع ونعمل السطر الاخير، اخر سطر في المحفظة، اخر سطر خالص اهو. اول غرزتين تناقص وبرضو اخر غرزتين تناقص. ادي ده كده السطر الرابع. خلصوا ونسيب اخر غرزتين نتناقص فيهم. اخر غرزتين يا بنات هنتناقص فيهم وكده خلاص خلصنا اهي. تمام كده.
هنسيب حتة خيط عشان التنظيف ونقفل الغرزة ونسحب الخيط اهو. تعالوا بقى نشوف زي ما كنت بقول لكم اهو. شايفين لما قلت لكم دي هتبقى كده ودي هتبقى كده، والقلاب اهو شايفين اهو، قلاب المحفظة او البورتفيه او البوك زي ما انتوا عايزين تسموا سموا. تعالوا بقى نجمعه ونقفله مع بعض، نشوف هنقفله ازاي. انا جبت علامات يا بنات علشان نشوف مع بعض. بصوا احنا كده ايه، الجزء المفتوح اهو اللي في المنتصف ده قفلناه كده، نحط علامة هنا بس كده من فوق وعلامة من تحت، دي بس للتوضيح تمام. ودي بنتنيها كده وبرضو ايه اشبكي علامة كده. لا انا بشبك اوريكم، انتي عادي ممكن تشبكي علامة او ما تشبكيش براحتك، بس هتسهل عليكي وانتي ايه بتقفلي. والجهة التانية العلامة دول سوري، الجهة التانية اهي شايفين هيبقى كده وهو متقفل. طبعا هنجيب الكبسونة بتاعتنا او المغناطيس ادي جيب وادي الجيب التاني شايفين. طيب نجيب بقى الخيط بتاعنا اللي هنقفل بيه، والخيط بتاعنا هو اللي احنا شغالين بيه تمام اهو. الخيط بتاعنا اهو اهو. بس قبل ما اجي اشبك انا عايزه اعمل ايه، عايزه اشيل انضف الخيوط معايا بتاعت البدايه والنهايه، هنضفهم وهرجع لكم تاني. بعد ما نضفت الخيوط يا بنات هاجي على المحفظة بتاعتي من عند القاعدة من تحت، بجيب الخيط بتاعي والإبرة، الخيط اللي أنا شغالة بيه، وبدخل من تحت كده وهشتغل غرز حشو عكسي هقفل بيها الجنب ده، الجنب ده هقفل بيها كده، واطلع على القلاب بالحشو العكسي وانزل على القلاب من الناحية التانية واقفل الجهة التانية تمام اهو كده. هدخل في غرزة واخد الغرزة المقابلة ليها معايا واهو، واعمل زي ما قلنا حشو عكسي، بقفل دي حشو عكسي. يعني ايه حشو عكسي؟ يعني انا راجعة كده مش ماشية في مساري المظبوط كده، لا راجعة كده غرزة قدام غرزة كده، واعمل غرزة حشو، دي اسمها حشو عكسي لاني انا راجعة لورا، بادئه من هنا وراجعه لورا. هو بس ايه يعني رخمه شويه كده واحنا شغالين علشان السمك بس. هكمل الجزء ده كده، اقفل الجزء ده كده زي ما قلت لكم بنفس الطريقه بتاعتي دي، هوصل بس لبره هنا وارجع لكم تاني اهي يا بنات. بس انا اشتغلتها ورا الكاميرا لانها ايه رخمه شويه وانا شغاله اهي. قفلتها الجنب ده اهو بالحشو العكسي، شايفين الشكل اهو. وصلت هنا على الجزء بتاع القلاب برضو بنفس الطريقه، هشتغل حشو عكسي اهي. طبعا واضحه جدا اهي
هكمل بقى بنفس الطريقة، بنفس الغرزة بنفس الطريقة لغاية ما اوصل فين، لمكان مقابل ما بدأت. يعني انا هشتغل على القلاب كده كله لغاية ما اوصل للجزء ده وانزل كده 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 اقفل لغاية هنا. تمام، هخلصها بقى وارجع لكم تاني ان شاء الله. اهو يا بنات للنهاية، وبقفل الشغل بتاعي وبمرر الخيوط لجوه علشان تتنضف في قلب الشغل. عاوزة ايه منكم البنات اللي توصل لنهاية الفيديو هنا؟ تدعولي بالشفاء. والله بصوا يا بنات انا مش قادره اقول لكم، انا ايديا سايبه وانا بشتغل رغم اني خلاص يعني محفظه وما فيهاش شغل وما فيهاش حاجه، بس تعبانه والسكر مش مظبوط بالمره، فده مأثر على اعصابي خالص. دعواتكم يعني. انا دخلت الخيط جوه هنضفه، وهنا الناحيه التانية برضو الخيط اللي انا بادئه بيه. عايزه اقول لكم البنات قفلوا على القطط معايا في الاوضه، فالقطط عايزه تخرج بره الاوضه، بس انا مش قادره اقوم لكم افتح. اصبروا اما حد يجي من البنات. بصوا انا بهزي في الفيديو ده. بصوا يا بنات اهي خلصت المحفظه بتاعتنا، شايفين؟ هوسع لكم الكادر عشان تشوفوها كويس. اهي يا بنات طبعا انا هنا مجهزه المغناطيس ومجهزه البتاعه دي، مش فاكره اسمها ايه. نظبط بقى مكانها كده، بس نركب المغناطيس الاول. انا جايبه مغناطيس من العادي، ركزي بقى كده المكان، نركز المكان كده ونظبط المغناطيس بتاعنا هيركب فين. كده، والتاني هيركب قباله هنا. وبعد ما بركب المغناطيس بركب دي فوق الحديدة كده علشان ايه، نخفيها بالمنظر ده ويبقى شكلها كده. ده بعد طبعا ما بقفل المغناطيس، طبعا انتوا عارفين بيركب ازاي اهو. نشوف بقى المحفظة بتاعتنا او البوك بتاعنا ده بياخد ايه. هو واسع ويعني بصوا ادي التليفون، والتليفون كبير مش صغير، وبطاقتي وفيزا وكارت تحطوا هنا. شايفين المكان زي ما انتوا شايفين كده كبير اهو. ونجيب شوية فلوس من رب الأسرة نحطهم في المحفظة. تمام، وادي المحفظة بتاعتنا او البوك بتاعنا. حلو قوي وسهل وسلس وجميل وما خدش خيط خالص. عايزه اقول لكم ان هو اخد تقريبا 150 ل 180 جرام خيط، ما خدش خيط كتير. هركب بس المغناطيس بتاعه ويبقى انا خلاص كده خلصته. حابه ان انت تعملي له من هنا ايد او تركبي له ايد براحتك، مش حابه. هو شكله حلو قوي وسلس كده وجميل، تقدري تخرجي بيه بس لوحده او تقدري تحطيه في الشنطه كما يحلو لك. بس كده. لو في اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وان شاء الله بامر الله ارد عليه. الخامات اللي مستخدمه في الفيديو كلها الخيط والاكسسوارات كلها من جروب جوري كروشيه. عاملين عروض واسعار حلوه قوي، وعندهم ما شاء الله خيوط كتير قوي وخامات كتير قوي. الجروب صاحبته ياسمين نظمي، عرفوها بس ان انتم من طرفي وهتعمل معاكم الواجب ان شاء الله بامر الله. وهي مش محتاجه توصيه، ربنا يبارك لها. بس كده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.